أهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيرو. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الجوزاء، طاقة مفتوحة. أتمنى طاقتكم توصل لي والقراءة تنطبق على أكبر عدد منكم. القراءة بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءة عكسية. خدوا من الفيديو اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الجوزاء، أنا شايفة إني في كتير منكم يمكن زي ما يكون بتتسألوا ليه مثلا اتعرضت للأمر ده، ليه صادفت الشخص ده، ليه الأمور وصلت لكده. بس زي ما يكون في حاجات كتير بتحصل في الحياة مش مجرد صدفة، بيكون ليها سبب، بيكون ليها هدف، بيكون ربنا مقدر ان الأمر ده يحصل، سواء كان علشان يعني تكتسبوا خبرة معينة، تلتفتوا لبعض الأمور اللي كنتوا ممكن تكونوا مش ملتفتين ليها أو بتتجاهلوا ان انتوا تلتفتوا ليها. يمكن علشان في كتير منكم يمكن بقيتوا حاطين حدود، ان اي حد حتى يقرب منكم بطريقة، زي ما يكون بيبقى عندكم الارم، او لما اي حد بيحاول ان هو يتقرب منكم او حتى يتعرف عليكم، اللي هو زي ما يكون في حاجة جواكم بتقول خلي بالكم احنا مش هتعرض تاني للموقف ده، او مش هتعرض تاني لألم او لحزن او لتعب. بتكونوا كتير منتبهين لبعض الامور اللي ممكن تكونوا وقعتوا فيها علشان ما تقعوش فيها مرة تانية. انتوا زي ما يكون بتتمنوا ان الدنيا او ربنا يرزقكم الفرحة او الابتسامة اللي انتوا محتاجينها علشان روحكم ترجع من تاني، علشان يمكن كتير منكم حاسين ان انتوا مش قادرين تعيشوا او لسه ما عشتوش حياتكم، حاسين ان زي ما يكون في حاجة اتسلبت منكم او راحت منكم بدري بدري. بس في حاجة انتوا لازم تبقوا يعني واخدين بالكم منها، ان كنتوا انتوا حاسين ان انتوا لغاية دلوقتي ما عشتوش حياتكم، فيمكن لسه البدايات الحلوة هتبتدوا ان هي تكون موجودة في حياتكم علشان تبتدوا تعيشوها. انتوا كتير بتحلموا بالطمأنينة، بالاستقرار، بالانسجام، بالأسرة. بتحبوا يمكن السلام، ما بتحبوش اللف والدوران، ما بتحبوش ان انتوا يمكن تجرحوا الشخص اللي بتحبوه، او ان انتوا ما تبينلوش مشاعركم. بالعكس، انا شايفه ان اللي انتوا بتحلموا بيه ربنا هيرزقكم بيه، وان كان في مشاكل، خلافات، ان كان في صعوبات او تحديات، انا شايفه ان كل ده فجأة هتلاقوه اتحل، واللي انتوا ياما اتمنيتوه او طلبتوه من ربنا ربنا هيرزقكم اضعاف اضعافهم. بس انتم في كتير منكم يمكن واثقين ان ربنا هيعوضكم، يمكن عارفين ان هيجي الوقت اللي ربنا فيه هيستخدم كل الامور اللي حصلت في حياتكم لخيركم. يمكن كتير منكم سلم اموره لربنا، ودي حاجة كويسة، وان كان انتم كتير واثقين في ربنا وايمانكم كتير بربنا، فخليكم مستمرين، لاني انا شايفة ان ربنا هيعوضكم كتير جدا وانتم كتير عارفين ده. في حاجات كتير يمكن في حياتكم محتاجين ان انتوا تتخلصوا منها او تتخلوا عنها علشان زي ما يكون تتولدوا من جديد، تفتحوا بيبان يمكن حلوة ربنا عايز يفتحها ليكم من تاني. بس انا شايفة اني علشان الخير يدخل حياتكم، او علشان يبقى في بداية جديدة او new chapter in your life، انا شايفة ان في امور لازم تتركوها، سواء كانت علاقات سامة، سواء كانت ذكريات سامة، سواء كانت امور متعلقين بيها، وآن الأوان إن انتوا زي تتركوها لحالها علشان يحصل ريبيرث أو إعادة ميلاد وإعادة زي ما يكون استقبال لفرص جديدة ربنا عايز يوجدها في حياتكم. لكن أنا شايفة لسه الخير أو لسه يعني الحلو لسه جاي قدام، الحلو جاي بكرة.
أنا شايفة إن أنتم كنتم ممكن تكونوا مرتبطين أو ممكن تكونوا منفصلين عن حد، زي ما يكون مش سهل ياخد قرار، أو دايما بتقابلوا الحيرة أو السيلف كونفليكت، أو بيكون في صراع داخلي بينه وبين نفسه. ساعات كتير ممكن يكون بياخد قرارات غلط، أو بيقيم الأمور بطريقة غلط، أو بيبقى زي ما يكون محتار أو مبيعرفش ازاي يتصرف في بعض الأوقات. ممكن يكون بسبب إن لما القلب بيشتغل زيادة عن اللزوم، العقل بيبقى زي ما يكون الأفكار اللي بتيجي للشخص ده بتبقى غير متزنة، أو القلب ما بيبقاش عارف هل يعملها هل ما يعملهاش. أنا شايفة إن في حد ممكن يكون كتير أخد قرارات غلط، أو ممكن يكون ما قدرش قيمتكم، أو ممكن يكون ما عرفش قيمتكم غير بعد فوات الأوان، أو كان مقيم الأمور بطريقة معينة وفجأة الأمور اكتشف ان هو ابتدى، يعني كان ممكن يكون حد فيهم دخل في علاقة معاكم وكان ما كانش متوقع ان هو هيتعلق بيكم، او لما حس ان هو قريب جدا منكم ابتدى ان هو يخاف، او حصله زي شك او صدمة. يمكن العلاقة دي أخدت كتير منكم، يمكن أخدت كتير من وقتكم، من يعني من تفكيركم، من راحتكم النفسية. يمكن سلبتكم حاجات كتيرة جدا. انا شايفة ان في حاجات انتوا زي ما يكون طول الوقت بتفكروا او بتحسبوها بحساباتكم، او بتعيدوا حساباتكم من تاني، او بتعيدوا السيناريو يعني في تفكيركم من تاني، بتشوفوا ايه الغلط اللي ممكن تكونوا عملتوه، ايه اللي المفروض كنتوا ممكن تكونوا تعملوه. انا شايفة ان يعني this reminiscing stage، او المرحلة اللي انتوا بتمروا بيها في الفترة الحالية، انتوا محتاجين توقفوا دماغكم شوية علشان ما ترهقوش من كتر التفكير. انا شايفة ان انتم محتاجين راحة. انتوا يمكن حتى قبل ما بتناموا بتفكروا كتير جدا. يمكن حتى البعض منكم عيونكم كتير مرهقة، او في كتير منكم اللي من كتر ما انتم يمكن مش بتناموا كويس او حاجة، او قبل ما بتناموا دموعكم بتنزل من عينيكم، او حتى البعض منكم عنده هالات سودة حوالين عينيه. انا شايفة ان كتير منكم يمكن ادى كتير بس ما استقبلش، على الرغم ان انتوا كنتوا اللي انتوا بتطلبوه ما كانش من المستحيل ان هو يعطى ليكم او ان هو يتحقق، بس زي ما يكون حسيتوا، يمكن البعض منكم حس اني زي ما يكون كان في حد ما قدرش يعمل يعني ليكوا او يقدم ليكوا المستطاع، اللي هو انتوا حتى ما طلبتوش المستحيل، يعني زي ما يكون حد في ايده حاجة يقدر يديها لكم وفي نفس الوقت بخل عليها، يعني ان هو يديها لكم، او ان يكون بين ايديكم، سواء كانت اهتمام، سواء كان حب، سواء كانت مكالمة، سواء كان عرض زواج. يمكن انتوا انتظرتوا كتير جدا، بس يمكن الشخص ده بعد البعد او الانفصال او عدم التواصل، الشخص ده زي ما يكون جواه حنين كبير جدا ليكم. الشخص ده يمكن البعض منكم بيعمل له زي تلبسي، او اثناء المديتيشن بيوصل لكم مسجز معينة فيها حنين او فيها حب واشتياق. الشخص ده كتير بيحبكم، كتير متعلق بيكم، يمكن مش قادر ينساكم. الشخص ده يمكن نفسه يكون معاكم او يقابلكم او يكون قريب منكم او يعني يفضفض، بس الشخص ده حاسس اني عايز يكون معاكم، او حاسس ان هو عايز يعيش معاكم او يقضي حياته معاكم. زي ما يكون انتوا بتحتلوا مشاعر او قلب الشخص ده، سواء هو عبر لكم او لا. يمكن انتوا البعض منكم بتحاولوا ان انتوا تهربوا من الحب ده، او حاسين ان من كتر ما هو اثر عليكم بطريقه سلبيه يمكن بتحاولوا ان انتوا تبعدوا او ما تفكروش. لكن الشخص ده طول الوقت معلقكم بيه عن طريق ان هو يمكن في اشارات او علامات بتظهر لكم، او حتى بتحلموا بالشخص ده، حتى انتوا بتقولوا يعني انا بحاول انساه لي انا. الشخص ده زي ما يكون حاسه ان بيوصل لي منه رسائل،
لان هو طول الوقت بيفكر فيكم. الحب ده كان حب متبادل، حتى لو كان بعد او حتى لو كان بيوصل لكم صورة مختلفة او ان انتوا مش فارقين معاه. الشخص ده كتير بيحبكم، كتير مخلص ليكم، كتير بيتمنى لكم الخير، وعمره في لحظة ما انساكم. بس انتوا حاسين اني ما ينفعش زي ما يكون تثقوا في الشخص ده مرة تاني، لان انتوا كتير منكم يمكن اتخذلتوا من الشخص ده او اتعاملتوا بطريقة بأقل مما حتى تستحقون. الشخص ده كتير ندمان ان هو يمكن بقى في بينكم بعد، او ان هو سابكم ان انتوا يعني تخرجوا من حياته. I never should have let you go. انا ما كانش المفروض اسيبكم تمشوا، او ما كانش المفروض ان العلاقة توصل للمرحلة اللي وصلت لها دي. الشخص ده حاسس بندم. الشخص ده يمكن عايز يقول لكم، يمكن انا حسستكم ان يمكن في اختلافات كتيرة جدا، او في عقبات كتيرة جدا، او ان احنا we don't match. بس انا وصلت لكم زي فولت مسجز او رسائل خاطئة، لكن انتوا يعني بتحتلوا كل انش فيا. يعني انتوا زي ما يكون I'm releasing anything that's no longer serving me. الشخص ده يمكن بيحاول يتغير، بيحاول يعيد ترتيب حياته، يمكن بيحاول يعيد ترتيب أفكاره من تاني. بس الشخص ده يمكن عايز يقرب لكم قدر الإمكان. يمكن جواه زي أمنية أو إيمان إن في يوم من الأيام هتجتمعوا، والظروف زي ما يكون هتوفق ما بينكم، أو الطاقة هتشدكوا تاني لبعض. الشخص ده كتير عايز يعتذر، عايز يقدم apology أو اعتذار. I want to make things right between us. الشخص ده عايز يصلح الأمور، أو عايز يرجع العلاقة زي ما كانت. انتوا يعني بتمثلوا للشخص ده كل حاجة. الشخص ده ندمان ان هو سابكم تمشوا. ما كانش المفروض الشخص ده يبعد، او ان يسيبكم تبعدوا، او ان العلاقة توصل بينكم لبعد او عدم تواصل. الشخص ده كتير ندمان وعايز يقدم اعتذار. الأبراج اللي معانا طبعا الثور، الأبراج النارية أسد وقوس وحمل. الأبراج المائية حوت سرطان عقرب. الأبراج الهوائية ميزان ودلو وجوزاء. والأبراج الترابية عذراء وثور وجديم. أتمنى القراءة تكون عجبتكم. ما تنسوش تشاركوني آرائكم في التعليقات، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.